طب بالنسبه للاجوان اللي جت في ماتش السيتي واليونايتد دي كان ايه الكلام؟ بالذات اول جونين، يعني الجونين التانيين عاديين اوكي، بس الجونين الاولانيين سواء الاولاني لليونايتد والتاني والاولاني للسيتي، يعني العارضه ابراهيم ارحمني مش هينفع. عشان الموضوع بجد كان اللي هو الجون اليمين ده دخل فيه شويه اجوان عنب بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على ماتشين، ماتش سيتي ويونايتد والماتش بتاع امبارح اللي هو بتاع ريال مدريد وفالنسيا. لقيت ان انا مش هينفع ما اتكلمش على اللي حصل فيه، ومش هينفع ان هو الماتش يعدي كده من غير ما ايه، ما يحصل فيه يعني شويه نقاشات واللي حصل واللي ما حصلش وبتاع. فخلينا نتكلم الاول على الماتش اللي لسه خلصان اللي هو ماتش السيتي. الماتش كان بادئ، يعني انا اصلا لما يعني بفتح لسه الماتش لقيت راشفورد حط جول. طب الجون ده جه ازاي يا عم محمد؟ الجون ده اونانا لعب الكوره عاليه، استلمها برونو فرنانديز اما ريحها لورا راشفورد، ما فكرش قام شايطها. الكوره جت فظيعه، يا لهوي على الحلاوه، ايه الجون ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. لما بصيت على الماتش قلت الماتش ده شكله يخلص لليونايتد ولا ايه، ومش عارف ايه وبتاع، ولكن طبعا ده ما حصلش خالص يعني. ولكن لو حد ياخد باله بقى، يعني ايه مشكله السيتي في الدفاع، هي بانت قوي في الماتش ده، او بانت قوي بالذات في الكوره دي. يعني هو السيتي بعد كده حاول يعالج القصه دي لدرجه يعني اللي وصلت ان هو ايه، ان ووكر ما بقاش بيطلع كتير يساند ويعمل ادوار هجوميه بسبب الكوره دي. الكوره دي لما اتلعبت لبرونو فرنانديز، هو ستونز وقف مع برونو فرنانديز عمال ما استلم، وفرنانديز حطه في ظهره، معرفش ازاي يعني حط الشخص ده كله في ظهره. بس برضو تعالى بقى انت شوف ووكر راجع مع راشفورد راح يمين، ووكر فضل بيبص عليه اللي هو راح يمين يا باشا، ما رحتش معاه ليه؟ يعني المفروض ده مانك، المفروض ده الراجل ده يخصك انت، ما ضغطتش عليه ليه؟ هما كانوا بيجروا جنب بعض، لو حد حتى راجع للجون وشافه هيلاقي ان هما كانوا بيجروا مع بعض، ووكر هو حدف يمين راشفورد ووكر فضل مكمل. طب يا باشا، طب ركز يا باشا على الفود اللي انت المفروض ماسكه ده، مفيش. فده الجون ده كان فعلا بيفهمك قد ايه السيتي عنده مشاكل في الدفاع كتير قوي، وناس كتير ينفع تعرف تستغلها. يعني اقول لك حاجه، الجون ده لما دخل كان في احصائيات اتفرجت عليها بصراحه، قعدت اضحك شويه. ان في الوقت في الدقيقه 8 دي كانت الاستحواذ 80-20. 80-20 ده معناها ايه؟ معناها ان كره اونانا في برونو في راشفورد دي غالبا اول كره يلمسوها من ساعه ما الماتش بدا، ما هم ما لمسوش كره ثانيه. لان 80-20 ده معناه ان هو الثمان دقايق دول السيتي هو اللي ماسك الكوره، واليونايتد ما لمسهاش اصلا، مش حتى لمسها قليل. حتى بعد مثلا تلت ساعه و30 دقيقه في الماتش فضلت برضو الموضوع، لا يعني فضل مثلا 79 ل 21. هو جوارديولا كده بيحب يستحوذ واحنا عارفين. بس في الشوط الاول اليونايتد عمل ماتش كويس جدا سواء دفاعيا او هجوميا. يعني حتى هجوميا عملوا كذا هجمه خطيره، هو اللي هو ايه، سايبين الكوره لجوارديولا او سايبين الكوره للسيتي، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، احنا هندافع، احنا هنستميت على الجون، وفي الاخر هنحاول نخطف بجون او ولا جونين. في كوره برده اتلعبت عرضيه من ناحيه الشمال، اتلعبت لجرناتشو اما فوتها لراشفورد اما ضيعها بطريقه غريبه جدا. فاللي هو انت كنت هتعرف تعمل حاجه لو كنت حتى جبت الجون ده، كنت ركبت الماتش، ونفسيا كان ممكن السيتي يبتدي يتهز. طبعا احنا عارفين السيتي ما بيتهزش، وكان هيرجع الشوط الثاني يحط فيهم 8 ولا حاجه. بس اللي هو ايه، انت كنت كويس في الشوط الاول. ولكن على الناحيه الثانيه برضو السيتي كان عنده هجمات خطيره كتير، شاطوا كتير وضيعوا كتير، وكوره هالاند انا لحد دلوقتي مش عارف هم ضيعوها ازاي. هو انا ما اعرفش هو ضيع الكوره دي ازاي. يعني الكوره اتلعبت من ناحيه الشمال على دماغ فودن اما ريحها له، وهو جوه الستة ياردة، يعني هو مثلا ما بينه وما بين الجون 2 ياردة. ما اعرفش ازاي هالاند قرر ان هو ينط برجله ويحطها. يا باشا خش بصدرك، انزل بدماغك اي حاجه. هو ضيعها ازاي؟ بس دي مش جديده على هالاند، هالاند برده من ماتشين ثلاثه صدع كوره شبهها برده. بس الفكره دي اسهل. يعني حتى المعلق كان بيقول لو اتعادت الكوره دي 3 4 مرات عمرك ما هتعرف تضيعها، اصل الكوره دي مش هينفع هتضيعها ازاي. فالكوره كانت غريبه جدا، كانت عجيبه الشكل بصراحه، ولكن يعني ايه اللي حصل حصل وعدت وبتاع. دخل الشوط الثاني، خلاص هو اليونايتد خلاص كده، هو ما جاش. هو اليونايتد قرر ان انا هلعب شوط، والشوط الثاني انا حتى مش ههاجم. يعني الشوط الثاني انا ما شفتش كوره خطيره لليونايتد، الا مثلا الكوره اللي كان فيها كلام، مثلا الكوره اللي هي دخل فيها ادرسون على جرناتشو غالبا، او غالبا كان على جرناتشو وخبطوا وبتاع وضربوا عايزين ضربه جزاء والفار تشيك والكلام ده كله. بس هي بصراحه ما فيهاش حاجه، عشان ادرسون لابس الكوره الاول،
الحارس هو اللي لمس الكوره الاول برجله، وجرناتشو حاول يلحقها. لو كان هو الفار رجع ليه، عشان لو كان جرناتشو هو اللي لمس الكوره برجله كان ساعتها هي ضربه جزاء مليار في المية، ما فيهاش كلام. لان هو يعني ادرسون خبطه، ادرسون زحلقه، ادرسون عرقله، بس هو اصلا ادرسون لمس الكوره، فبالتالي ما اتحسبتش اي حاجه. وبعد بقى يعني الشوط الثاني بدا هي سيطره بس من السيتي، بس لحد ما في كوره من نفسه كده، طب استنى انا هشوف انا هعمل ايه، قام واخد الكره فودن خد الكره ناحيه الشمال ناحيه اليمين، قام كاسر الشمال وحط بوش رجله، جت في نفس الزاويه اللي راشفورد حط فيها الجول، اللي هو العارضه دي اللي هو يا جماعه طب انا ذنبي ايه؟ فجون حلو جدا برضو. وخلاص بقى يعني وانس ان جه الواحد واحد خلاص بقى الماتش باين هو راح فين. الماتش ده هو كده كده ايا كان الوقت اللي كان هيفضل قاعده كان كده كده عارفين السيتي هتجيب جول وهتجيب التاني كمان. وبالتالي نفس الكلام برضو برناردو لما نزل في الفودن راح ناحيه الشمال، قام قاطع و1 في 2 قام حاططها من ناحيه من جون من ناحيه اليمين وعدى الجون كمان. في اخر الماتش كرة لعيبه قرر ان هو في لعيب اللي هو كان مش فاكر مين لعيب يعني، بس قرر ان هو يبقى رونالدينيو دلوقتي. انا دلوقتي هتقمص فكره ان انا ممكن ارقص وانا اخر لعيب في الملعب، فبالتالي قامت مقطوعه منه الكرة راحت لهالاند وكان لوحده خالص هو والجون، قام حاططها جون. والماتش خلص في الاخر ايه 3-1. الماتش ده كان ممكن يبقى نتيجه مغايره خالص لو ما كانش حصل دروب كبير قوي في اداء اليونايتد. في حصل دروب مفاجئ اللي هو الشوط الثاني دخل هو مش هم اللعيبه اللي هم لعبوا. ومعرفش انا معرفش ايه مشكله سيف الدين مرابط في المنظومه دي. يعني مرابط مع المنتخب جبار، لما كان مع فيورنتينا جبار، بس لما جه اليونايتد مش قادر يركب، هو مش عارف يتأقلم مع الجو، هو مش قادر معرفش ليه. وكل كلمة إشادة وكل كلمة يعني استحقاق بجد حقيقي لفيل فودن. لا 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 فول فودن يا جماعة عامل بقاله 3-4 ماتشات كده عامل فورمة بصراحة خرافية. اللي هو بقى ايه، لا سيبك بقى من دوكو وسيبك من مش عارف من جريليش الكلام ده، انا هقلب لك الماتشات. وهو بجد هو بيقلب الماتشات. هو دلوقتي يعني حاليا انا شايف ان طبعا بخلاف دي بروين ويرلينج هالاند، هو فيل فودن من برضه من اهم اللعيبه دلوقتي في السيتي، من اجمد اللعيبه دلوقتي في السيتي. طبعا ورودري ده لا احد يختلف عليه، ولو ان بصراحه رودري بقى له فتره مش مادي بالطريقه اللي كان بيأدي بيها في الطبيعي يعني. ولكن المهم الماتش خلص 3-1 للسيتي. الف مبروك للسيتي، لسه ورا ليفربول برضو بيجري وراه بيحاول يلحقه لحد ما الليفر تقع، ان شاء الله ما تقعش ولا تقع يعني. اتمنى، انا برضو قلت امبارح ان انا بصراحه ما اتمناش الليفر تقع عشان نفسي حد ياخد الدوري غير السيتي. فسواء ليفر هتاخده او ارسنال ممكن تاخده او ايا كان مين اللي هياخد الدوري، انا بس مش عايز مانشستر سيتي اللي ياخد الدوري بصراحه، عشان الموضوع بقى دمه تقيل وبقى دمه يلطش ومبقتش مبقتش مبسوط بيه يعني. طيب خلص الكلام كده؟ لا لسه ما خلصش. هنتكلم بقى على الماتش الغريب قوي اللي حصل امبارح ما بين ريال مدريد وفالنسيا. انا اتفرجت على جزء من الماتش بس يعني ما كملتوش وبتاع ونمت وكده. فانا النهارده الصبح لما رحت الشغل خلصت الشغل قعدت اتفرج على الماتش وقلت اشوف الدنيا ماشيه فيه ازاي يعني. لان انا لقيت ناس كتير قوي بتتكلم على السوشيال ميديا وعلى تويتر والكلام ده كله اللي ايه اللي حصل في الماتش ده. فانا ما بقتش فاهم هو ايه اللي حصل فعلا، انا ما اعرفش. الريال في الشوط الاول هو ما جاش، الريال في الشوط الاول ما لعبش. انا ما شفتش الريال بالوحاشه دي من وقت طويل قوي. هو لا بيهاجم ولا بيدافع، واللعيبه تايهه في الملعب، نص الملعب تحسه فاضي ما فيهوش حد، الدفاع تحسه ان اتنين اول مره يلعبوا مع بعض. الدنيا كده كانت تحسها ايه سايبه خالص والدنيا مهلهله. لحد ما تاني فينيسيوس جونيور قرر ان هو يتقمص دور البطوله وقرر ان هو طب انا هجيب جول لوحدي، وقام جايب جول في التاني. فقلنا طب تمام ما هي ماشيه اهي يعني. ايه كان 2-0 لفالنسيا بقى 2-2، طب ما هي ماشيه الدنيا حلوه، ربنا بس يكرمهم ورا ومحدش فيهم ما يبازوش جون كمان وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. جه في اخر الشوط الثاني في الدقيقه الاخيره او في الدقيقه الاخيره ريال مدريد حط جون. فانا قلت اكيد هي دي بقى الحته اللي هم ايه ده الجون اللي اتلغى. اكيد هو جون ما فيهوش اي مشكله خالص، جون ما عندوش اي نوع من انواع الشوائب اللي تشوبه، الا ان الماتش كان خلص والحكم صفر. بس هو الفكره ان هو الماتش ما كانش خلص والحكم صفر بدري.
هو ده بقى اللي هو ايه يا جماعه، طب ازاي؟ فبالتالي اللعيبه بدات تعترض، فبيروح جود بيلينجهام قرر ان هو يروح يتكلم معاه، وهو ما راحش يعني ايه، هو ما راحش عمل حوار كبير، هو ما راحش مثلا شوح ولا راح عمل ولا بتاع، هو ما عملش حاجه. فجاه دربكه ناس كتير زحمه، لقينا في كارت احمر بيطلع لجود بيلينجهام. طب انت يعني هل انت التوتر عمل فيك ده كله، ولا انت حاجه مستقصد مثلا جود بلينجهام، ولا انت مستقصد مثلا ريال مدريد ولا ايه؟ فمش عارف بصراحه. الجون غريب، الحكام بجد كل ماذا كل ما الموضوع بيسوء، سواء في الدوري الانجليزي او في الدوري الاسباني، الموضوع كل ماذا بيسوء، الموضوع كل ماذا بيبقى كارثه اكبر، الفضيحه كل شويه بتزيد اكتر. هو يعني انا مش عارف الاتحادات مستنيه ايه على الحاجات اللي بتحصل من الحكام دي. والحكم في الاخر في التقرير بيقول لك ايه؟ بيقول لك جوب بلينجهام بيقول لي يعني بيقول شتيمه كده، يعني جون وشتيمه، يعني بيقول الكوره جون يا عم وشتيمه. يعني طب ما هو انت الكاميرات ما بقتش سايبه حاجه. احنا كمشجعين او ناس كانت بتتفرج على كوره، احنا اتفرجنا على اعادات كذا مره، انا اتفرجت على اعاده كذا مره، انا ما شفتش جود بلينجهام بيقول له كلمه وحشه. انا ما شفتش بق بلينجهام، لان هو بلينجهام ايه هيكلمه ايه؟ يعني هيكلمه اسباني انجليزي. فانا ما حسيتش ان هو بيتكلم بانجليزي بيقول له شتيمه مثلا. فانا مش عارف هو الحكم عمل كده ليه، انا مش عارف الاتحادات الكوره هتفضل سواء في اسمه ده في انجلترا او في اسبانيا. بس بصراحه عشان انا ما بتفرجش على دوري، لا بتفرج على الدوري الالماني ولا الدوري الايطالي، ممكن اتكلم. الدوري الفرنسي هو كده كده دوري يعني هو مش قوي قوي، فاللي هو الايه المشاكل اللي بتحصل فيه اصلا مش كتيره يعني. ولكن لا، لا بقى كل ماتش لازم في حاجه. بقى كل ماتش سواء في البريمير ليج او في الليجا، ماتش تقيل، ماتش ما بين فرقتين جامدين، لازم يحصل حاجه. لازم اللي هو ايه، اللي هو تحس ان الحكام غيرانين، اللي هو انتوا هتفضلوا على طول داخلين دور البطوله، هو انتوا على طول لعيبه اللي هتفضل تشجعكم؟ ما احنا عايزين ناس تشجعنا شويه يا عم، فاديهم بقى ايه قرارين ثلاثه زي الخرا في الماتش. فحقيقي حقيقي حقيقي لازم يشوفوا حل، عشان بقى كده الموضوع بجد بقى دمه تقيل، وبقى دمه رخم، وبقى الموضوع لا يحتمل، وبقى الموضوع صعب جدا ان انت تتعامل معاه. فهارد لك لريال مدريد. كده معناه ان جيرونا لو كسب الماتش الجاي هيبقى فرق 3 4 نقط، 5 نقط، وكده الفرق ما بين برشلونه وريال مدريد بقى 6 نقط لو كسبت برضو الماتش الجاي. فبالتالي سباق المنافسه يعني ممكن، لو مش هقول انه هيرجع، بس ممكن يحصل شويه نوش. ممكن تلاقي برشلونه بتعدي جيرونا، وبتلاقي الموضوع بدا يسخف على ريال مدريد، وفي اقل التفاصيل ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ولكن برضو انا بستبعد ده بصراحه، بصراحه انا برضو بستبعده. رغم ان طبعا ريال مدريد عنده غيابات كتير، عنده اصابات كتير، عنده نواقص كتير من ناحيه الفريق بشكل عام، ولكن هو انشيلوتي برضو بيعرف ايه يتصرف، يعني هو بيعرف يتعامل. وخصوصا برضو ان برشلونه بتمشي على خط وتسيب، بتمشي على سطر وتسيب سطر، زي برضو ايه اليونايتد كده، اللي هو ما تاملهاش عملت ماتش حلو مثلا 4-0 الاسبوع اللي فات، ان هي تنزل مثلا ماتش مع بلباو حتى هتكسب، لان اصلا بلباو الفريق ده بيبقى رخم جدا قدام برشلونه بالذات، زي كده فالنسيا قدام ريال مدريد. فهو اصلا الماتش اللي هم داخلينه ده هم مش ضامنين ان هم يطلعوا اصلا متعادلين منه، او يطلعوا خسرانين اساسا. فبالتالي لسه هنشوف، لسه في كل الدوريين المهمين بصراحه بالنسبه للناس، سواء الاسباني او الانجليزي لسه فيهم كلام. الايطالي خلاص يعتبر محسوم، الانتر فارق بكتير قوي، ومفيش فريق حتى قريب من المستوى بتاعه اقول لك ان هو ممكن يوصل له او ينافسه في اي نوع باي صوره من الصور. هو بعيد قوي، واي منافس تحتيه بيلعب بطريقه سيئه، وهو بعيد عن المستوى جدا، فايه صعب. والدوري الفرنساوي كده كده برضه هو محسوم. الدوري الالماني يعني ممكن الله اعلم، ممكن ليفركوزن في اخر كام ماتش يقع ولا حاجه، وانا ما اتمناش كده بصراحه. بس برضه هو يعتبر باير ليفركوزن برضه هو لسه بعيد بالصداره، والدنيا ايه معاه برضه ما فيهاش مشكله. عامة ده اللي كان عندنا النهارده. وفي الاخر ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات ايه في الماتشين، سواء بتاع ريال مدريد، او هل الطرد بتاع جود بلينجهام ده كان يستاهل فعلا الطرد ولا ما كانش يستاهله. ورايك في ماتش السيتي يا ريت تعرفني في الكومنتات انت رايك ايه. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، و سلام.